احفظوا وصفة هالحلو هاي لرمضان المبارك. رح نعمل حلو عبارة عن طبقات من السعادة، سهلة وباردة وسريعة وتتحضر معاكم بكل سهولة. فضلا حبايبي الإعجاب والاشتراك والصلاة على الرسول. خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله ولنحضر الطبقة الأولى. بدي كاستين من الحليب، عليهم معلقتين من الكاسترد، معلقتين من السكر أو حسب الرغبة، ونحرك المكونات على البارد. بعدها رح نرفعهم على النار مع التحريك لحتى يشد عنا قوام الخليط. رح أضيف عليهم معلقة من الفانيليا ومكعب صغير من الزبدة ونحرك وصار جاهز معنا. وهون رح أغمس بسكويت الشاي السادة بالحليب. بعدين رح أصف طبقة بأرضية البايركس. رح أرجع أعمل عليهم طبقة ثانية من البسكويت. تقدروا تحطوا طبقة البسكويت بعدين تدهنوها دهن بالحليب أسهل لكم. رح أوزع عليها طبقة الكاستر. تمام. بعدين رح أرجع أعيد عليهم طبقة من البسكويت. لنحضر الطبقة الثانية بدي كاستين من الحليب، عليهم 3 معالق من النشا، معلقتين من الكاكاو الخام، معلقتين من السكر، ونحرك المكونات أول شي على البارد. بعدين رح نرفعهم على النار مع التحريك المستمر لحتى يشد عنا قوام الخليط. رح أضيف عليهم معلقة من الفانيليا ومكعب صغير من الزبدة ونحرك وصار جاهز معنا. رح أنزل خليط الشوكولا فوق البسكويت، وأهم شي نساوي الأطراف على السريع قبل ما تجمد. رح أصف عليها طبقة من الموز أو ممكن فريز، أو إذا تحبوا تتركوها سادة. ونحضر طبقة الجيلي. هون عندي باكيت الجيلي هذا عفريز مكتوب عليه 80 جرام. رح أضيف له كوب من المي الحار وأحرك. رح أرجع أضيف عليه كوب من المي البارد ونرجع نحرك. وبعدين رح نبلش نوزع الجيلي فوق الطبقات. أهم شي تخلوا إيدكم قريبة من الخليط مو عن بعيد. ندخلها على الفريزر لحتى تتماسك وتصير معاكم بهالجمال. جدا طيبة وسهلة التحضير، لازم تجربوها. اكتبوا لي رأيكم حبايبي بالتعليقات. بالعافية عليكم يا رب.